والله العظيم بتهزروا بجد. ايه الضحك ده؟ الزمالك بيخرج من دور ال16 من طلائع الجيش. طب يعني يخرج من نص النهائي يا عم، اخرج من النهائي. دي اسهل بطوله كاس مصر ممكن تلعبها، ده الاهلي انسحب. بص انا اقول لك على حاجه، والله انا ما كانش فارق معايا الزمالك يكسب ولا يخسر، كده كده الاهلي ما بيلعبش فمش فارقه. بس الزمالك ايه يا جدعان ده؟ ايه الزمالك ده؟ الزمالك خلاص كان كسبان، يعني الزمالك كان خلاص وصل لربع النهائي والدنيا تمام، لحد بيجي محمد حمدي زكي في الدقيقه تقريبا 97 بياخد كرة من نص الملعب، بيجري معاه الزناري عمال يجري معاه وخلاص مش عارف يجيبها وبيحطها، والنتيجه بتبقى 1-1. اول ما النتيجه بقت 1-1 في الدقيقه 97 حسيت كده ان خلاص الماتش مش بتاع الزمالك. هو اصلا من الاول مش بتاع الزمالك. بص انا اقول لك على حاجه، الاول الماتش الزمالك وطلائع الجيش ده بدا يعني بصوره اسوأ مما تتخيل. احكي لك، عارف لما بتتفرج كده على ماتش نفسك بتتسد، بتبقى مش طايق نفسك، الماتش بيعدي عليك كانه 8 9 ساعات، بتنام فيه 18 مره وبتروح مشوار وبتيجي وبتوصل تجيب اخوك من المطار ولسه الماتش شغال. هو ده بالظبط الماتش ده شغال 120 دقيقه بضربات الجزاء، تحس شغال من اول امبارح بالليل. ماتش ملوش اي علاقه بالكوره، ملوش اي علاقه بالمهارات. انا في واحد عايز اتكلم عليه تحديدا، معلش يعني جماهير الزمالك انا عايز اسال، يعني كل واحد في جماهير الزمالك بيتفرج عليا يا ريت ترد عليا، لان انا كاهلاوي انا مش قادر بجد والله. يعني انا ماليش مصلحه في القصه دي بس انا مش قادر. سيد عبد الله نيمار، انا نفسي اعرف مين اللي سماه نيمار؟ مين اللي سماك نيمار واقتنع ان انت يعني مش عندك حاجه من نيمار، ان انت اصلا لعيب كوره؟ انتوا كجماهير الزمالك ايه رايكم فيه؟ يعني حد يقول لي، اصل انا بجد اول ما بشوف الكوره في رجله بكره الكوره، على اللي عايزين يتفرجوا على الكوره، على الماتشات، على الدوري، على الرياضه كلها، بحس كده ان انا بيجي لي كرشه نفس اول ما الكوره بتيجي بس في رجل نيمار ده. خلاص الدنيا بتغمق قدام، بكون عايز اكسر في الشاشه وبكون عايز ان انا ابص ابوق، خلاص انا هبطل محتوى. انتوا ايه رايكم في نيمار؟ بيستلم الكوره من هنا ولا عنده سكيلز ولا مهارات ولا دريبل ولا سرعه ولا بيشوط ولا مهاري ولا بينط ولا بيخترق ولا استلامات ولا اي نيله، والله ما عندوش اي حاجه. هو بيستلم الكوره يا اما بتتقطع في ساعتها يحاول يحنكش كده، يعني ما تقنعنيش دي مهارات، دي مش مهارات خالص يعني، يا اما بيقوم راجع لورا ومباصي، ودايما الباصه ما بتجيش لبتوع الزمالك، بتيجي لبتوع طلائع الجيش. فانا مش عارف بجد هو انتوا ايه وضعكم مع عبد الله نيمار؟ انا ما بشوفش حد بيشتكي منه ليه يا جدعان؟ ده النهارده بتفرج عليه خلاص والله هتخنق، وانا مش زملكاوي يعني، فانا مش عارف انتوا ازاي مستحملينه بصراحه. المهم بقى بعد العفن والهطل الكروي اللي احنا شفناه في اول 90 دقيقه حرفيا الفرقتين ما بيلعبوش كوره. يعني طلائع الجيش شويه يعني بتوصل، اللي عندهم اللي اسمه شيكا الاسمراني ده، مش شيكا الزملكاوي، شيكا الثاني اللي هو النيجيري ده، وصل مره وشاط شوطه كانت هتيجي جول. يعني الطلائع عندها، الزمالك مفيش كواليتي، مفيش لعيبه، مفيش حاجه بتحصل، مفيش حاجه بتتعمل. الوحيد اللي لعيب كوره في النص شيكابالا بس، وشيكابالا 38 سنه كتر خيره ان هو بيلعب يعني، انما غير كده مفيش بقى. ايشو ده نزل شاب صغنن كده، الكره جات له على حدود ال 18 شاطها جت جول بس. يعني لو عايز تسال الزمالك عمل ايه طول الماتش، هو ده اللي انا قلته لك. سيد عبد الله نيمار بياخد الكره من على الشمال بيجلط كل الدنيا، ما يلعبش كوره، يعني بيلعب زقله، دي الرياضه غير الكوره. وفي كوره كده في الاخر جات لي ايشو اللي نزل بديل، اللي عنده 16 سنه 17 سنه صغنن كده، جات له الكوره جابها جول خلاص. انا ما اعرفش عنده كام سنه بس هو شكله صغير يعني. والزمالك بقى فضل محافظ على الكوره اللي هو اخر 10 دقائق علشان يحاول خلاص الماتش يخلص، بس ما فيش هجمه مرتده. ما اعرفش المدافعين فين، الدنيا كانت فاضيه عند الزمالك، انتوا كسبانين 1-0 سايبين الدنيا ورا، فدان قصب بيزرعوه لحد محمد حمدي زكي يروح لوحده بيتعادل، وشوطين ثالث ورابع برده ما فيهمش اي حاجه، هم بيمشوا رجليهم كده بيمشوا الدنيا يعني. ضربات جزاء الخمسه جابوهم طلائع الجيش، 5 ضربات جزاء الخمسه جابوهم طلائع الجيش، والزمالك ضيعوا. حقيقي ماتش كويس انه خلص، هو ما اتلعبش اصلا والله العظيم، ماتش ما اتلعب ولا في مهارات هنا ولا هنا، ولا في كوره هنا ولا هنا، ولا في جمل هنا ولا هنا، ولا في اي حاجه ولا هنا ولا هنا. هو الماتش ده يعني جون ويخلص. انا ما اعرفش ازاي الزمالك جاب جول وفرط في الماتش ده بجد يعني. فيعني انا نفسي احفل بس يعني والله صعبان عليا، يعني الزمالك اقل مستواه، اقل من ان انا احفل، مش الزمالك نفسه، مستوى الزمالك اللي بيقدمه اقل من ان انا احفل عليه والله. مفيش يا جدعان، مفيش والله العظيم. اللي اتفرج على الماتش ده لو انت زملكاوي قول لي ايه رايك، انت حاسس بايه طب بعد ما شفت الماتش ده؟